السلام عليكم. رجعت بفيديو جديد وبإذن الله يكون فيديو مليان معلومات وأقدر أفيدكم. والنهارده هاتكلم عن مشكلة إن في ناس كتير بتستخدم افتر افكت، فبتبدأ إن هي تضيع وقت ومجهود كتير جدا على افتر افكت بسبب إن هي بتستخدم الكي فريم يعتبر في كل حاجة. فأنا النهارده جايب لك ميزة قوية جدا جوه افتر افكت نفسه مش هتلاقيها في أي برنامج تاني، والميزة دي ممكن يكون في ناس كتيرة سمعت عنها ولكن هي ما تعرفش استخداماتها ولا بتستخدم ازاي. فالميزه دي ببساطه هي ميزه الاكسبريشن، وهو عباره عن كود من خلاله تقدر تحرك التاثيرات وال3 دي موديل باحترافيه ودقه. وما تقلقش عشان كالعاده انا جايب لك اغلب الاكسبريشن اللي انت ممكن تحتاجها بشكل مجاني في ملف درايف، وهتلاقي اللينك بتاعه في اول كومنت تحت الفيديو. واول اكسبريشن وهو ليه استخدامات كتير جدا، ويمكن انا عن نفسي بستخدمه بشكل مستمر في اللايت سويب، وبعمل بيه دايما انيميشن زي كده. وتعالى اشرح لك انا عملت كده ازاي. وما ننساش قبل ما نبدا فولو لايك وشير، وتعالى اشرح لك ازاي تستخدم الاكسبريشن على افتر افكت. وانا دلوقتي هشرح لكم طريقتين للاكسبريشن. الطريقتين هيشتغلوا على اللايت سويب، ولكن هي الفرق ان في اكسبريشن منهم هيشتغل على السنتر وواحد تاني هيشتغل على الدايركشن. فخلينا الاول نضيف اللايت سويب. فاحنا دلوقتي زي ما انت شايف، انت لو عايز تخليه يكون بيتحرك بهذا النمط من خلال السنتر، فانت كل اللي محتاج تعمله ان انت تبدأ الاول تظبط السنتر بتاعك، وتحاول تعمل كي فريم بحيث ان انت مثلا عد اول 2 3 فريم معاك، وبعد كده هتعمل كي فريم وتيجي مثلا في الاول وهتروح ساحب السنتر بتاعك لتحت، وهتيجي بعد كده هتبدأ ان انت تفتح السيتنج بتاع اللايت سويب، وهتيجي عند السنتر هنا هتدوس الت وانت بتدوس على الكي فريم، وهتيجي هنا هتضيف الاكسبريشن بتاع اللوب اوت اللي من خلاله هتقدر تخلي الكي فريم ده يكون بيتكرر، ما يكونش بس مرة واحدة، وبحيث ان انت بدل ما تقعد تعمل كي فريم كذا مرة، فلا انت عملت كي فريم واحدة وخليت اللوب اوت هي تكرر لك الحركة اللي انت عملتها. فده اول اكسبريشن لللايت سويب. ممكن نستخدم اكسبريشن تاني. خلينا نمسح اول واحد نضيف لايت سويب جديد. دلوقتي انا بقى لو مش عايز احرك السنتر وعايز مثلا اخلي ان اللايت سويب يكون ماشي مع الايدج او الانحناء نفسه بتاع الايكون، خلينا نظبطه نخليه سموز. فزي ما انت شايف هو كده دلوقتي بيتحرك معايا في الايدج او الانحناء بتاع الابلكيشن نفسه بتاع ايكون، ما بيتحركش في السنتر. وده هيكون من خلال الدايركشن الاكسبريشن. فاحنا كل اللي محتاجينه بقى مش هنضيف اي كي فريم، احنا هنروح على طول للدايركشن، هنخليه الاول 0، وبعد كده هنروح برضو دايسين على الت وهندوس على الكي فريم بتاع الدايركشن، وهنيجي هنا هنكتب مثلا تايم وهنحط نجمة 60. ال60 دي هي التايم بتاع الدايركشن. انت ممكن تخليها 35، ممكن تخليها 120 على حسب السرعة، ان ال60 دي هي السرعة بتاعت التايم او وقت اللفة نفسها. فزي ما انت شايف لو جينا غيرنا ايديت دي خليناها كات اوت. اما تاني اكسبريشن فانا لاحظت ان حتى المحترفين لا حد بيتكلم عنه ولا حد بيستخدمه، وبيبداوا ان هم يستخدموا بلجن او افكتات بدل عنه، على الرغم ان زي ما قلت لك الاكسبريشن اسهل واسرع بكتير. والاكسبريشن ده بيستخدم في عداد الارقام زي ما انت شايف كده. وتعالى اشرح لك تستخدمه ازاي. والاكسبريشن بتاع الارقام سهل جدا وممتع جدا، وهيديك اوبشن كتير ان انت تعدل وتغير فيه زي ما انت حابب. كل اللي هتعمله ان انت تضيف اي رقم، وهترجع بعد كده تفتح التكست بتاعك، وهتيجي عند السيكونس تكست هتدوس على زرار الالت وهتدوس على الكي فريم، وهتحط الاكسبريشن بتاعك. عندك الرقم ده بيكون الرقم النهائي، بيكون على حسب ما انت عايزه هيبقى قد ايه. مثلا لو خلينا 2000، فزي ما انت شايف. كمان لو انا مثلا مش عايزه يكون مجرد رقم وعايز اضيف عملة مثلا معينة قبل الرقم نفسه، فهاجي اروح دايس بلس، واروح برضو دايس على سهم قبل البلس، وادوس النقطتين، وارجع مثلا اضيف العملة اللي انا عايزها مثلا، فهتبقى بالشكل ده. لو مثلا عايز علامة مئوية فبرضو اقدر ان انا اغيرها واخليها مثلا علامة المئوية، او ممكن اخليها كمان اختصار لعملة معينة.
وليكن الدرهم المغربي. خلينا نسحبها. ولو في نفس الوقت انا محتاج ان بدل ما لا انا مش عايز مثلا العملة او العلامة المئوية تبقى قبل الرقم وتبقى بعد الرقم، فكل اللي انا هعمله ان انا هروح ماسح ده كده، وهاجي في الاخر خالص وهروح اعمل برضو بلس نقطتين، واروح اعمل العلامة المئوية. وزي ما انت شايف بقت العلامة المئوية بعد الرقم مش قبل الرقم. فهو هيديك ان انت تخصصها براحتك، وهيديك اريحية كبيرة. كمان التايم عندك هنا انت بتقدر تتحكم في التايم، وبتقدر تتحكم في انت عايزه يعد من كام لكام. فهو هيخليك كمان ان انت تقدر تتحكم فيه. انا مخليه دلوقتي ان هو بيعد من اول 0%، لكن انا ممكن اخليه مثلا يعد من اول 1000. هاجي عند الصفر دي اخليها مثلا 1000، فهيبدأ يعد معايا من اول 1000 لحد 2000. فهو بيكون مريح ليك جدا، وبيخليك تخصصه زي ما انت عايز وزي ما انت ترتاح. اما الاكسبريشن التالت فهو بيستخدم للرسم، وتقدر ان انت تستخدمه في انك ترسم اشكال زي اللي انت شايفها دي. فتعالى اشرح لك ازاي. الاكسبريشن بتاع الرسم فهو برضو سهل جدا وممتع جدا، وهيديك اريحيه في ان انت تقدر تحرك اي لوجو او اي ايقون بشكل جمالي وبشكل مختلف، ما يبقاش بشكل تقليدي. حتى اللوجو لو انت عايز تعمل له انيميشن وفي نفس الوقت يكون حاجه سريعه وسهله على طول، وما تتعبش معاك الجهاز او تتقل معاك افتر افكت. فاحنا دلوقتي هندوس على الايكون بتاعنا، هنروح بعد كده على لاير، هننزل عند اوتو تراك. هتسيب الاعدادات دي زي ما هي كده وهندوس له اوكي. هنقفل اللاير بتاعنا بتاع الايكون. هتقف على الاوتو تراك بتاعك وهتروح على افكت، هتروح عند جنريت، ومن جنريت هتختار ستروك. بعد كده هتدوس على اول لاير، وهتنزل عند الستايل هنا وهتدوس على تاني اوبشن. هيبقى معاك بالشكل ده. هتبدأ ان انت تظبط السايز بتاع البراش بتاعك، بحيث ان انت شوف السمك اللي انت هتبقى حابه مثلا، وبناء عليه هتبدأ تظبط. مثلا ده كده كويس بالنسبة لي، ممكن اغير اللون باي لون انا عايزه. هاجي بعد كده عند الستارت هنا او الاند، اي واحدة فيهم عادي. هروح دايس على الالت برضو، وادوس على الكي فريم، واروح حاطط الاكسبريشن بتاعي. هيبدأ معايا رسم اللوجو او الايكون بتاعي زي ما انت شايف كده. طبعا انا اقدر اتحكم في السرعة بتاعته، ممكن اخليه اسرع، ممكن اخليه ابطأ زي ما انا عايز. وكمان انا لو خليت بعد ما يخلص رسمة مثلا ما يكونش بالشكل ده، فممكن اضيف له ديب جلو. خلينا نبدأ نظبط الديب جلو. وهيطلع معانا الفينش النهائي بالشكل ده. وفي غيرهم كتير اكسبريشن، وممكن نعمل جزء تاني لو حابين. فانتوا قولوا لي تحت في الكومنت تحبوا نعمل جزء تاني ولا كفايه. وبس كده، يا رب اكون فدتك وتكون استفدت. ولو استفدت ما تنساش فولو ولايك وشير عشان فيديوهات اقوى جايه. وانزل اكتب لي رايك تحت الكومنت وانك استفدت، وهتلاقي كل الروابط اللي انت محتاجها في اول كومنت تحت الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد.